بصوا دي القرص بقى بعد ما استوت. طبعا بعد ما طلعت من الفرن رشيتها ببخاخ مية، وبعد كده غطيتها بفوطة مطبخ نظيفة علشان تفضل طرية وهشة بالشكل ده. وبعد ما تبرد تماما بنبتدي نحفظها في كيس بلاستيك، وممكن تفرزيها في الفريزر تقعد معاكي فترة طويلة جدا. ايه رأيكم؟ هل تتخيلوا ان الجمال ده يطلع من طبق رز بايت في التلاجة؟ بصوا شايفين الجمال؟ بصوا دي المحشية بالجبنة. طبعا الجبنة باينة جواها اهي، الحمد لله ما اتفتحتش ولا طلعت ولا اي حاجة. عايزة اوريكم برضو اللي بالنوتيلا. ايه رأيكم؟ بصوا اللي عايزة اقولكم العجينة هشة جدا جدا جدا. بصوا تحفة. انا بصراحة ما كنتش متوقعة انا كنت متوقعة ان هي تطلع حلوة، بس ما كنتش متوقعة ان هي تطلع بالجمال ده. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير واعملوا سبسكرايب عشان الناس كلها تعرف الوصفة، واشوفكم بوصفة